والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هنتكلم النهارده في الفيديو ده عن نوع علاج بشري ثمنه 29 جنيه. هيعالج لك عدم هضم الحمام للأكل، وهيعالج لك كل الإسهالات وكساح الحمام وكل المشاكل المعوية والإسهالات والحرفة وكل اللي أنت بتعاني منه وتايه ومش عارف تشخيص العلاج في الحالات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم. الجميل كمان في نوع العلاج ده ان العلاج ملوش اضرار جانبيه زي ما تقعد بقى تجرب في العلاجات بقى في الحمام، علاجات زي المضادات الحيويه وغيره. نوع العلاج ده بسيط وخفيف ومش هيأذي الطير. لان في نقطه يا جماعه عايز بس اوضح لحضراتكم اهميتها وخطورتها. ان انا في ناس مثلا عندها فرد حمام ما بياكلش، تقعد تسأل فلان اديله علاج كذا تديله، حاسه تاني يوم كده الفرد ده ما اتغيرش، تقوم سأله مثلا فلان اديله علاج اديله، يقعد يحمل على الفرد الحمام علاجات ويدمر الكبد والكلى ويوقع المناعه والفرد الحمام يموت منه. طبعا ده مهما كان ممكن يكون يعني التشخيص الاولاني يكون صح، بس انت ما عندكش يعني عقل وما عندكش صبر في ان انت تتعامل مع فرد الحمام. خلي بالك الفرد الحمام انت بتتعامل معاه ده روح، وبيزعل وبيفرح وممكن يكون مريض بيمنع اكل، عايزك تتعامل معاه بالراحة وبعلم. دي نقطة لو انت ما استوعبتهاش ووصلتك صدقني عمرك ما هتعرف تعالج فرد الحمام. الحاجة التانية اللي عايز برضو أأكد عليها إن الفرد الحمام ده ممكن العامل النفسي يكون نفسيته تعبانة أو مزاجه وحش بمعنى أصح. يعني كنت عند أحد الأصدقاء فقال لي الفرد الحمام ده أنا شاريه وكان كويس، بس أنا حبسه قطع أكل مرة واحدة وما عادش بيبرجم ولا كلام من ده. طبعا أنا قلت له بس ارمي الفرد الحمام ده على الأرض كده، رميناه على الأرض والله كله بقى زي الفل. قلت له انت اديت له، قال اديت له كذا وكذا. قلت له ما عادش تدي الفرد الحمام ده حاجه غير غسول كلى ومنشط كبد ومضاد سموم. حاجه برضو اتذكرتها دلوقتي مهمه حابب اقولها لحضراتكم، لو انت شاري حمام من حد ابدا معاه بمضاد السموم، طبعا خلاف العزل واللي اتكلمنا عنه قبل كده انك تدي كورس وقائي سريع مفيش مشكله، بس لازم يا جماعه مضاد السموم لان انت بتاكل خلطه غير اللي كان هو بياكلها، يعني فلازم مضاد السموم عشان الفرد الحمام يقبل على الحمام. زائد برضه حاجه تانية، ممكن الفرد الحمام ده يكون مثلا كان بيحب مكانه مش مرتاح في المكان، انت مثلا مهمل وريحه اللفت عندك مش كويسه، فرد الحمام مثلا كان معاه طيره هناك. كل الامور ده يا جماعه لازم نحطها في دماغنا واحنا بنعالج فرد الحمام، لازم نتعامل معاه. يعني انا شايف ناس كتير جدا النهارده ويعني والاعلام في يعني موضوع العلاجات الحمام كتير، وناس يعني زملاء محترمه بتوصف برضو علاجات كويسه وغيره كتير، بس لغايه اليوم يعني اللحظه اللي احنا فيها دي برضو الناس بيموت منها حمام ومش عارف تتعامل مع الحمام. فهو اللي اهم العلاج واهم من الكلام ده كله هو الكلام اللي انا بتكلم لحضراتكم ده. فلازم تخلي بالك وتتعامل مع الفرد الحمام بهدوء وبعلم، دي نقطة مهمة جدا. حاجة تانية برضو مش عايزك تشغل بالك بالمضادات الحيوية، المضاد الحيوي ده خليه آخر حاجة خالص وعند اللزوم، لأن في علاجات يعني في حالات بتبقى علاجاتها سهلة جدا وتشخيصاتها سهلة جدا، وفي أمراض يا جماعة بتبقى مزدوجة وشبيهة لأعراض يعني زي بعض، زي مثلا الكانكر والتنفسي. التنفسي الكلام ده مهم جدا، اهم من العلاجات، ركز فيه ويعني واحفظه عندك في الذاكره. الكنكر والتنفسي ممكن فرد الحمام الاقيه فاتح بقه، ناس كتير تقول ده تنفسي، ممكن الاقيه في شخوره، ناس كتير تقول لك ده تنفسي، ممكن الاقي فرد الحمام منع اكل برضه، خلي بالك كل ده ممكن يكون كنكر. لذلك كل ابطال العالم لما بتدي كورس وقائي بيدوا كنكر مع تنفسي. كل او معظم واشهر شركات الادويه المصنعه لعلاجات الحمام تلاقيها عامله علاج مزدوج كنكر وتنفسي، اتنين في واحد، في مادتين، ماده للكنكر وماده للتنفسي. حتى الفلاجيموكس المصري في مادتين، مترونيدازول واموكسيسيلين للتنفسي وللكنكر. فبرضه عندك فرد بيشخور وكده وانت حاسس ان هو تنفسي،
ادي كنكر وتنفسي، ادي مثلا لو عندك العلاج الكنكر مستورد مفيش مشكله، ما كانش يدي فلاجيل مع مثلا ايه مع علاج للتنفسي برضه مفيش مشكله، دوكسامايسين، فيبرومايسين، تتراسيد، دوكسين على تيروزين، كل العلاجات الممتاز المحترمه اللي اتكلمنا عنها قبل كده. حاجه تانية، لو انت شغال بنوع مضاد حيوي وما بجيبش نتيجه معاك في مرض ما، يبقى غيره بمضاد حيوي تاني. زي ما قلت البكتيريا برضو بتتعرف على نوع المضاد الحيوي، فعايزه اشرس واقوى منه. حاجه دي مهمه جدا يا جماعه، اهم من ان انا اقول لك علاج السالمونيلا ايه وعلاج التنفسي ايه وكلام من ده. لازم تكون عندك حرفيه وعايزك تتعامل مع فرد الحمام كده زي ما قلت لك ان هو روح براحتك كده. عايزك تتعامل معاه بوضع نفسي ان هو يخلي الفرد الحمام صاحبه، يعني صاحب فرد الحمام. يعني احنا علاقتنا انا بدخل الحمام دوت، انا بحس ان هو بيحس بيا اول ما بدخل، ليه؟ بيبقى عارف انا هاكله امتى، هشربه امتى كده. فالوضع النفسي بتاع الطير فرد الحمام لازم يتفك من السلاكه، الاستحمام، كلام من ده. المكان ثم المكان ثم المكان. احنا داخلين على خلاص واحنا في الصيف، خلاص حر. لازم لو عندك زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات، فتحنا المنافذ البحري بالنهار بنقفلها بالليل، في تهويه، في هواء متجدد، النظافة المستمرة، مش هيقابلك أي مشاكل إن شاء الله. طيب لو عندك بقى فرد حمام منع أكل، وعندك مثلا فرد حمام عنده كساح وإسهالات والفرد عنده شقفة، جبت لك النهارده علاج ب 29 جنيه من تحت صيدلية، من تحت بيتك، من أي صيدلية بشرية، وهيعالج لك كل المشاكل دي ومالوش ضرر كبير للحمام. وازاي بقى المضاد الحيوي انك تخش تشخص غلط تدمر فرد الحمام. حاجه اسمها سيبتازول يا جماعه. سيبتازول ده بشري، ثمنه 29 جنيه، شراب ممتاز جدا وساحر. ولا تنسوني من الدعاء. السيبتازول ما شاء الله 29 جنيه، بدل سنتي لمدة 3 ل5 أيام لحمام الكينج والزاجل والحمام اللي هو المتائل، الحمام اللي هو القوي. وبدي نص سنتي بس لحمام الزينة اللي هو الحاجات القليلة زي الكلارات، زي الكشكات، زي أنواع الزينة كلها، بدي نص سنتي. ده يعالج لك الإسهالات، يعالج لك كوكسيديا، كوليستريديا، سالمونيلا، كساح، عدم هضم الحمام. فرد الحمام اللي ما بياكلش بفضل الله اول جرعتين، واوعى الفرد الحمام لو ما اكلش تقلق، سيبه هياكل تاني يوم وياكل تالت يوم. يعني ده ما شاء الله علاج سحر يا جماعه، السيبتازول بشري، والتمن كله كلفه وما ضرتش حمامك. دي حاجه مهمه جدا. زائد ايه بقى، لو انت حاسس مثلا الفرد الحمام ده عنده كنكر، مفيش مشكله، اديله سنتي فلاجيل الصبح وسنتي سيبتازول اخر النهار. حمام زينه نص سنتي ونص سنتي، ان شاء الله 3 ايام الفرد الحمام بيرجع زي الفل. وما تنساش بعد كل جرعه علاج بتفصل يوم ميه بيضاء، واليوم اللي بعديه بدي غسول كلى ونشط كبد. ما تنساش تختار كلفه كويسه، كل ما بتختار كلفه كويسه كل ما نسبه الاسهالات والمشاكل والامراض الطفيليه عندك بتقل. كل ما حمام بيبقى بصحه كويسه. اهتم بالالف دال 3 في الصيف، اهتم بالسيلينيوم في الصيف كرافع مناعه. لو مش محصن حمامك، حصن حمامك نيوكاسل اليومين دول، المرض مش هيستناك. اوعى حد يضحك عليك يقول لك حصن في شهر كذا وشهر كذا، المرض ممكن الفيروس ممكن يجي لك قبل ما تحصن بيوم وتقول يا ريتني كنت حصنت. لو بتسمعني دلوقتي وما حصنتش نيوكاسل، ارفع مناعه حمامك 3 ايام وحصن نيوكاسل. وبعد التحصين برضو رفع المناعه والبي 12. ويعني عايز بس اكد على حضراتكم ان يعني موضوع الاعشاب الطبيعيه مش علاج يا جماعه فعال في الحالات المرضيه، هو وقايه ممتازه وحاجات اضافيه للحمام ممتازه. بس دايما خلي العلاج يكون عندك استبن، وزي ما قلت لك خلي علاجاتك كلها زي ما بتشتري الكلفه، اشتري علاجاتك تكون عندك، عشان ممكن تطلع بالليل تلاقي فرد الحمام تعبان، تستنى للصبح تجيب له علاج. الساعات اللي بتفرق لما بتلحق الفرد الحمام بالعلاج بيفرق معاك في نسبة شفائه ان شاء الله. ده يا جماعة كان موضوعنا النهاردة، ان شاء الله النصايح لكل اخواتي المتابعين. والسيبتازول 29 جنيه، وانت بتجربه لا تنسوني من الدعاء. ولو محتاجين اي حاجة نتكلم فيها اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله هنكون متواجدين معاكم بمشيئة الله بعد غياب. وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.